لو بتدوري على باد سبلاش نفس فوحان البرفيوم بالظبط فانا جبتلك ده. جبت باد سبلاش من فايا، جربت من عندهم 3 روايح. جربت اول واحد مضاوي. مضاوي ده يا جماعه خطير، انا اصلا عندي البرفيوم بتاعته الثبات بتاعه خطير. انا حطيته من وقت ما جالي تقريبا الساعه 10 الصبح لحد دلوقتي، ثابته في الهدوم وثابته في جلدي، ما بتروحش تقريبا. الفواحان نفس فواحان البرفيوم ده، مش فواحان باد سبلاش ابدا. بصراحه خطير. زي ما انا قلت لكم، المضاوي خشب صندل وعنبر ومسك، فده للناس بتحب الروايح التقيله بس، يعني ممكن اي حد تاني ما يحبوش. جربت من عندهم سباركي ده ورد وفاكهه، ريحته خطيره بجد، ريحته فظيعه. بصي، هو خشب صندل وعنبر برضو ومسك وفيه توت احمر، فالناس اللي بتحب الميكس ده هيحبها قوي. هو في نفس الوقت توت وفاكهه وريحته مش بتجزع، فده الحلو قوي فيه. فبصراحه ده عجبني قوي لانه هو ريحته مش بتجزع ابدا. وجربت من عندهم ليتشي ريحته حلوه، فريش صيفي قوي. فيها فاكهه، فيها مشمش وفيها خوخ. ريحته حلوه، بتثبت قوي قوي في الهدوم وبتثبت كمان في الجلد، فظيعه. بس ده للناس بتحب الحاجات السويت، يعني لو مش بتحب السويت مش هتحبها خالص. مش بفضل السويت صراحه، بس هو ريحته حلوه مش مضايقاني. واحلى حاجه فيهم ان هما فيهم فيتامين اي وجليسرين وفيهم زيوت طبيعيه، فمش بتحسس خالص الجلد، وبجد بجد خطيره.